يلا بينا ناخد جولة سريعا في مدينة سفنكس الجديدة، هنعرف فيها أماكن الأحياء والمشاريع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وفي آخر الفيديو هنعدي على مشروع كويس جدا ومتاح فيه بالتقسيط. هنتحرك من داندي مول، والطريق غالبا هياخد معانا 20 دقيقة نكون وصلنا لحد آخر مدينة سفنكس الجديدة. عدينا بوابات طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وللعلم البوابات عند الكيلو 28. بعد البوابات بحاجات بسيطة بتبدأ معانا مدينة الشيخ زايد على الشمال وسودك، ومن بعد مدينة الشيخ زايد ده مطلع محور الضبعة اتجاه الكورنيش والوراق اللي بتكون وصلت لها في حوالي ربع ساعة بالكتير. ومع نهاية الشيخ زايد بنكون وصلنا للكيلو 42، وده الكوبري اللي بيدخلنا الشيخ زايد، أو ممكن تطلع من الشيخ زايد من عند وصلة دهشور، ومن ثم مطار غرب القاهرة. وللعلم اللي فيه ناس بتتلخبط ما بين مطار غرب القاهرة ومطار سفنكس، مطار غرب القاهرة ده مطار حربي، واللي من بعديه مباشرة بيبتدي مطار سفنكس الدولي، ومن هنا بتبتدي مدينة سفنكس الجديدة. وللعلم مطار سفنكس هو بالفعل شغال حاليا لأكتر من شركة طيران زي شركة الجزيرة وفلاي الناس وشركة اير كايرو. بعد المطار بيبتدي معانا أول كومباوند في مدينة سفنكس الجديدة، كومباوند أفق في الكيلو 49، ومن بعديه مزارع سمرقند في الكيلو